ازيكم يا حبايبي؟ احنا النهارده هنعمل كفتة رز مع بطاطس. احنا طبعا عاملين الطريقة قبل كده، طريقة الكفتة ديت انا كنت عينها في الفريزر، بعينها عجينة كده، مش بصبعها، بعينها عجينة وبعدين اصبعها بقى وقت ما عاوزة، بتبقى كده طعمها احسن، مبتبقاش لما بتتقلي وتتعمل في التلاجة بتبقى طعمها مش كويس. دي اكنها لسه بقى معمولة جاهزة، يعني جاية حالا معمولة العجينة لسه حالا. انا صبحتها وبقليها هي بالشكل الجميل ده، حاجة يعني ايه جميل. دي ولا بتفك معاكي ولا تفتح كده، ولا ما تحطها في الصلصة ولا اي حاجة. انا قليتها هي، انا بحبها وهي مقلية قوي قبل ما تتحط في الصلصة. لازم ادوق، لازم. انا بعمل لها بطاطسية كده، بحس ان البطاطس بتطعمها احسن. يعني في ناس بتعملها من غير بطاطس، انا بحب اضيف لها بطاطسية. انا هقطع البطاطسية زي ما حضراتكم شايفين كده، معلش بقى عشان صوتي. هقطع البطاطساية، عملت الصلصة دي طماطم مضروبة في الخلاط مع البصلاية، مسويهم مع بعض. نزلت عليهم بالبطاطس، البطاطس بتدخل في السوا، بعدين انزل الكفتة. مش بحط الكفتة من اول البطاطس عشان ما تفتحش، تاخد غلوة مع البطاطس. خلاص كده انا زودت الشوربة بتاعتها اهي، بنزل الكفتة مع البطاطس كده، هي غليت مع بعضها اهي، طعمت مع بعضها، بتبقى مستوية وجميلة ازاي. والكفتة نفسها، ولا الكفتة فتحت ولا زي ما هي بنفس الحجم اللي انا عاملاها بيه. سلام.